كل الناس عملتها باللحمة، عاوزة أجرّبها بصدور الفراخ. عايزة أقول لكم إن هي وهم، مش عايزة أقول عليها بوفتيك أو أقول عليها كفتة فراخ أو أقول عليها إيه. بجد طعمها رهيب، هتوفّر معاكِ أكلة و2 و3. بجد هتعملي كل الكمية دي ب350 جرام من صدور الفراخ، هتطلع معاكِ كل الكمية دي هتفرّزيها وهتحطيها عندِك في التلاجة. شايفين الوصفة عاملة إزاي؟ تقدّميها مع المكرونة، تقدّميها مع الساندوتشات، بجد رهيبة. شايفين شكلها عامل إزاي؟ طعمها وريحتها رهيبة. ريحتها بالذات مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي. قبل ما ابتدي الوصفة معاكم أحب أعرفكم بنفسي، أنا أميرة داوود، دي القناة بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. عندي هنا كوباية من فول الصويا. احنا طبعا كلنا عارفين فول الصويا هنقعه كده في كوبايتين من المية وهركنه على جنب. بعد كده هجيب بولة او هجيب طبق تاني او هجيب حاجة احط فيها بقى المواد التانية. جبت كده 350 جرام من صدور الفراخ. جبت كده بقدونس على كزبرة خضراء، قطعتهم كده كروكي بالمقص. بعد كده معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق. احط عليهم كمان معلقه من البقسماط دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، واحط عليهم بيضايه. وبعد كده بقى عندي خلطه البرجر، ابتديت احط فيه منها معلقتين. وادي فول الصويا هغسله كويس جدا وهصفيه تماما من الميه كده. هصفيه خالص، لما يتصفى خالص من الميه ابتدي احطه على بقيه المكونات بتاعتي. واحط بقى بابريكا مدخنه، احط توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، طبعا ملح. المكونات كلها هحطها على بعضها، واحط معلقتين كده كاتشب، واحط معلقتين كمان من المستردة. وعندي بصلتين كده قطعتهم مكعبات لان هضرب كل المكونات دي عندي في الكبة. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده بقى هحط كل المكونات في الكبة وهضربهم كويس جدا لحد لما تبقى ناعمة معايا بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. ضربتها في الكبة وابتديت انزل كده في طبق، نفس الطبق بتاع اللي كنت حاطه فيه المكونات. ده القوام بتاعها بعد ما بتتضرب في الكبة. كل المكونات مش يعني نعمت تماما بالشكل ده. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي كده 30 في 40، دهنتها كده مادة دهنية زيت. وبعد كده نزلت بالخليط بتاعي وابتديت بقى، ولا تصبيع ولا اي حاجة، افردها كده في الصينية بالشكل ده. احط كده كيس التلاجة وابتدي ان انا افردها تماما في الصينية دي بحيث ان هي كلها تبقى متساوية بالشكل ده. والكيسة كده تبقى محطوطة بتاعت التلاجة، وابتدي بحرف السكينة كده ببتدي ان انا اشكلها بالشكل والسمك اللي انا حباه. بقطعها كده بالعرض، وبعد كده ببتدي اقطعها بالطول على 3. انتي ممكن ترفعيها اكتر من كده. يعني انا بعد ما دخلتها التلاجة 4 ساعات او ليلة كاملة، ببتدي ان انا اقسمها تاني بالسكينة، بتبقى سهلة معايا كمان. هدخلها التلاجة ليلة كاملة او 4 ساعات. شايفين بتطلع معايا بكل سهولة. انا حسيت ان هي يعني عريضة شوية، ابتديت ان انا اقسمها كده 2، كل واحدة 2 تاني. عملتها كلها بالشكل ده. طبعا هي بعد ما بتتلج في التلاجة او تبقى مجمدة بالشكل ده بتتقطع معاكي بكل سهولة. بتقطعيها وتفرزيها في اطباق كده على كل اكلة انت حباها، او على حسب كمية الاكلة بتاعتك، وتفرزيهم في التلاجة. وهيبقى عندك وجبات 1 و2 و3 و4. انت بقى على حسب تقسيماتك بتاعتك ممكن تقضي معاكي اكلة 2 3 على حسب ما انت عاوزة، او على حسب استخدامك. هغلفهم كويس بالاسترتش راب، وبعد كده بقى هفرزهم او هستخدمهم. هحمر معاكم حبه كده. جبت الطاسه على النار وابتديت ان انا احط فيها بس معلقتين من الزيت. ما بتاخدش اي زيت كتير خالص، هما معلقتين زيت او اقل كمان. وبتلاقيها كمان نزلت يعني ايه، تحسي ان هي نزلت دهون كمان. بحمرها اول ما بتاخد وش من تحت احمر بقلبها على الوش التاني. شايفين بتطلع معايا ما بتلزقش، وفي نفس الوقت ولا فكت ولا حاجه. عملت معاها حبه مكرونه، وممكن تاكليها في العيش الفينو، ممكن تاكليها في العيش البلدي مع حبه سلطات كده. عايزه اقول لكم ان ريحتها جدا حلوه جدا. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت مكعب مرق من اللي انا كنت عاملاه معاكم. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.